يعمل النادي الأهلي السعودي على حسم صفقة البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب وسط نابولي الإيطالي، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. قال الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس أن المفاوضات بين الأهلي ونابولي حول زيلينسكي لا زالت جارية. وأوضح رومانو أن العرض الرسمي المقدم من جانب أهل جدة هو نفسه منذ يوم الأحد، والنادي السعودي يعمل بقوة تجاه حسم صفقة زيلينسكي. وأضاف رومانو أن البولندي زيلينسكي قد أعطى بالفعل الضوء الأخضر للنادي الأهلي، الذي يسعى هو الآخر لحسم اتفاقه مع نابولي لإغلاق الصفقة. وكان زيلينسكي لاعب الوسط البولندي صاحب 29 عاما قد انضم لصفوف نابولي خلال الصيف عام 2016 قادما من أودينيزي، وخاض اللاعب بقميص الفريق الإيطالي 329 مباراة في كافة البطولات، وسجل 47 هدفا وصنع 44 تمريرة حاسمة لزملائه.